السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. امبارح كنت قاعده بقى في البلكونه، قاعده ايه بقى كده، ايه زي ما تقولوا قاعده رومانسيه، قاعده كده سلطنه. كانت الدنيا بقى الجو حر، قلت اطلع في البلكونه اقعد شويه كده يعني اتهوى. وقعدت ببص للسما وعد النجوم. كانت السما جميله جدا سبحان الله. وببص للسما بقى واقول ايه ده، امال فين القمر؟ وعماله ابص هو القمر راح فين. لقيت بقول ايه، هو يا بنتي بتدوري على القمر ليه؟ ما القمر هو قاعد في البلكونه. ما علينا. كان الجو ايه، بص بص وهادي خالص. واذ فجأة الاقي لكم صوت مين؟ الفرعون الكبير. مين بقى الفرعون الكبير بقى دوت؟ اللي هو ايه، رمبو بقى بتاعنا الكبير، اللي هو شمشون الجبار حامد زيار. جيراننا الله اعلم هما مين، لان انا كنت قاعده سامعه صوت عالي قوي. فالصوت العالي عمال يعلى يعلى يعلى، صوت ولد وباباه. فالبابا الاب دوت عمال يضرب في ابنه، انت اتاخرت ليه؟ انا قلت لك تتاخر. فابتدى بقى يضرب في الابن، والابن ايه يقول له خلاص يا بابا انا مش هعمل كده تاني، مش هتاخر تاني. قال له اطلع بره، انا مش عايزاك تقعد، ارجع زي ما كنت. فطبعا كل شويه الصوت بيعلى، وطبعا كل ما يقول له خلاص يا بابا كانه بيشتمه. فابتدى بقى الاب يضرب اكتر. والله القلم كان بياخده، كنت بحس ان هو نازل على وشي انا. اللوكاميه يعني بياخد ضرب في جسمه، انا كنت سامعاه يعني، هو بعيد عني بس سامعاه. مامته طبعا مش عاجبها، فيعني سمع صوت ابنها فبتقول له حرام عليك الولد، سيب ابني ما تعملش فيه كده. قال لها يلا انت وهو اطلعوا بره. يعني كمان الواد هيخرب على امه في البيت يعني البيت كان ممكن ايه، يعني ممكن الاب والام دول يتطلقوا بسبب ابنهم دوت. تمام. هو السؤال دلوقتي يا جماعه، هو ينفع ان انا حتى لو ابني غلط، يعني خصوصا ولد، ان انا اطرده بره؟ يعني لو انتوا شايفين ان دي تربيه، ان هو يضربه اصلا؟ الاب دوت لازم يفهم ان الابن دوت ده راجل، والراجل شخصيته بتتكون منك انت. بتتكون من سن قد ايه؟ من سن 3 سنين 4 سنين شخصيه الطفل ده بتتكون منك انت. فانت الضرب دوت مش هيعلمه ان هو يكون راجل، ده اول حاجه. والضرب عمره ما كان هو سبيل ان احنا نقول ده التربيه، لا مش دي التربيه. انت ممكن تعاقبه، احرمه من حاجه بيحبها. طيب حضرتك لما تقول لي النهارده بتضربه وهيكرر تاني، يعني خلاص اتضرب مره، ممكن يكرر تاني الحكايه ويتضرب تاني عادي ومفيش مشكله. هتيجي تقول له امشي اطلع بره، طب ما هو ممكن يقول لك طب خلاص انا همشي اطلع بره وياخد بعضه ويمشي. انت كأب لما تيجي تدور على ابنك دوت، هتيجي تدور عليه فين؟ ان خلاص كده هيكون ضاع. مشاكل كتير في البيوت ان مفيش تواصل ما بيننا وما بين عيالنا. يعني ابنك دلوقتي لما ينزل الشارع، لما تيجي تدور عليه وترجع ابنك، هترجعه؟ والله ما هترجعه ولا هتلاقيه. يا اما ابنك هتلاقيه تاجر مخدرات قد الدنيا، يا اما اغتصب، يا اما الله اكبر يعني باع تجارة اعضاء بشرية. بص الشارع مليان، وكم قصص من اولادنا اللي ضاعت مننا بسبب العنف ده. ولما تيجي تنزل اصلا الشوارع وتلاقي اطفال مرميه تحت الكباري، وتيجي تسال الطفل دوت ايه، انت فين يا ابني؟ انت ليك اهل؟ ممكن في يقول لك اه لينا اهل. طب مش عايز ترجع البيت ليه؟ يقول لك اصل ابويا بيضربني، اصل امي ضربتني. هنا القساوه بتخلق عداوه، القساوه بتخلق عداوه. احنا عيالنا دلوقتي فعلا بتضيع مننا. ابنك سهر بره يوم، طب ما تيجي تقعد معاه كده وتساله انت كنت سهران فين؟ طب يا حبيبي ما تكررش الموضوع ده تاني، لو كررته تاني هيبقى فيه عقاب، لو كررته تاني انا هحرمك من حاجه انت بتحبها، احرمه من المصروف، خد الموبايل منه كده، امنعه انه ينزل من البيت. طب ما تشوف له شغلانه. ينزلوا عيالكم تشتغل في ورش، منهم هيتعلموا، منهم هيلاقوا في وقت فراغ. مش بقول لك استنى في منه فلوس، والله لا. انت لو خدت الطفل دوت او ابنك دوت، نزلته مثلا ورشه وتعلم نجاره، اتعلم سباكه، اتعلم مثلا حرفه تنفعه. مش شرط ان اقول لك ان انت تقعده من التعليم، بس ممكن تكون دي تبقى حرفه معاه، على الاقل يلهي في نفسه فيها. انت يا سيدي مقتدر مش عايز تشغل ابنك، نزله نادي، نادي محترم يتعلم له رياضه حلوه مش عارفه ايه. اصل الطفل احنا مش هنحبسه في البيت، وفي نفس الوقت لازم ناخد بالنا منه. يعني انا دلوقتي انا بشوف الناس دي كانت بترمي عيالها. طب وبعدين عيالكم دول اللي مرميين في الشوارع يعني، والقساوه دي، طب في الاخر يعني، في الاخر الولد دلوقتي بقى يتخاف عليه اكتر من البنت. يعني موقف زي دوت وصوتك العالي والشتايم دي مش تربيه.
يعني انا مش شايفاها ان دي تربيه نربي بيها عيالنا. انا شايفه ان انت يعني يبقى في مثلا ايه، انت تقدر تحكم على ابنك مثلا ان هو ما ينزل في المكان الفلاني، تبقى متابعه. عايز اخرج مع اصحابي يا بابا، طب ماشي، انت رايح فين مع مين، تاخد التليفون وتتابعه انت في الحته الفلانيه. وبرده البنت نفس الحكايه. يعني الاب بالذات يعني انا شايفه ان هو لازم يكون هو اكتر واحد قريب لاولاده. وفي الاخر يقول للست ايه، انت ما عرفتيش تربي، ويجيبوا اللوم على الام ان ايوه ماشي الام في البيت. انا بس برضو ليا نصيحه لكل ام، بعد اذنك لما يحصل اي مشكله في البيت من الاولاد بالذات، بعد اذنك اول ما يجي بص قبل ما ياكل قول له بناتك حصل منهم كذا وكذا وكذا، ابنك حصل منه كذا وكذا وكذا. ما تخبيش حاجه، اوعي تخبي الفتفوته. والله لو خبيتيها النهارده بكره هتكبر، يبقى انت في الاخر انت اللي هيقول عليكي انت السبب. انت اللي ما عرفتيش تربي، انت اللي قاعده معاهم، ابوهم في الشغل وانت اللي قاعده معاهم طول النهار. يبقى انت تملي عينك عليهم، تشوفهم رايحين فين جايين منين بيعملوا ايه. انتوا شايفين الحفله يا اولاد اللي هي بتاعت ترافيس ديت؟ ترافيس دوت لما انا ما كنتش متخيله ان في عندنا ناس شباب كده، يا لهوي كتير كتير ومتابعينه وراه ده الجيل ده كله كان امتى وعرفوا منين ومشوا وراه ازاي وعقليتهم ايه ومسح دماغهم بايه وافكارهم وكله دوت. يعني احنا كل ده عيالنا يعني وزعلانين قوي ان احنا منعناهم. طب ما ده جيل ضايع مننا. يعني انت ما انا اصطدمت يعني كتير شباب كتير زعلان ان الحفله اتمنعت. يعني معنى كده ان هو ماشي وراه بقى شباب كتير وماشي ورا الفكر بتاعه. احنا بنحارب كل حاجه وحشه وفي بالاخر بنقول ان احنا بنعمل حاجه. لكن بقى انا بصدم ان احنا فعلا ما بنلاقيش ان احنا عملنا حاجه. بيرجع بقى لتربيه الاهل بقى في البيت، الام والاب. بعد اذنكم خدوا بالكم من عيالكم وشوفوا ولادكم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين مع مين، نازلين فين. بليهم وقت. هتنزلي البنت نازله في الحته الفلانيه يبقى ليها وقت، عارفه هي رايحه فين، عارفه اصحابها مين، تابعيها راقبيها من بعيد لبعيد. مش شرط تعرفيها ان انت بتراقبيها يعني انت من تحت لتحت كده تشوفي موبايلها، من تحت تقلبي في اوراقها، من تحت لتحت نسمعهم بيقولوا ايه في ايه. مش شرط تبيني، بس لما تلاقي حاجه غلط بقى ما تسكتيش. هنا ان انت تداري وتضغطي على حكايه ان الابن يغلط او البنت تغلط، لا ما ينفعش. يبقى احنا لازم نبقى عيننا على بناتنا وعلى اولادنا علشان في الاخر فعلا العيال بتضيع. يعني احنا عندنا اطفال كلها يعني جيل النت ده ما يعلم بيها الا ربنا وحده، ومش عارفه احنا رايحين على فين. وبنوعي للاسف هما بياخدوا توعيتنا اليوم ان احنا الناس جهله، بياخدوا توعيتنا اليوم ان احنا ناس دقه قديمه. انتوا ايه اللي انتوا بتقولوه دوت، احنا ما عندناش الحاجات ديت، ايه اللي بتقولوه ده. مش عايزين كده، هم عايزين ينفذوا اللي في دماغهم وبس، يسمعوا للناس اللي هم بيسمعوا لهم وبس. لان هم مش عارفين حياتهم ولا دينهم ولا اي حاجه للاسف. اتضح ان احنا بننفخ في قربه مقطوعه زي ما بيقولوا، وفي الاخر كل ده جاي على دماغنا كلنا. فنصيحه بجد يعني نصيحه كده اخويه، بعد اذنكم مش عارفين تربوا ما تخلفوش. يعني الجيل كله طالع ما شاء الله، يعني قليل قوي اللي تلاقيه متربي، قليل قوي تلاقي البنت اللي فيها حياء، قليل قوي لما تلاقي فيه عيل بيسمع كلام ابوه والكلام ده كله. فانتوا في ايديكم قراركم، في ايديكم انتوا اللي هتخسروا، انتوا اللي هتتعبوا في حياتكم، اب او ام هتتعبوا في حياتكم جامد. لو ابنكم او بنتكم دخلوا في مشاكل انتوا اللي هتحطوا فيها. بس كده، هي حاجه واحده بس، خلي عينكم عليهم، صاحبوا عيالكم واعرفوا بيعملوا ايه عشان ايه انتوا ترتاحوا. دي نصيحة، تقبلوها ما تقبلوهاش. يعني انا بقول اللي عليا، لان فعلا الموقف اللي انا شفته دوت وانا قاعده في البلكونه، الصوت كان عالي بالشتايم بكل دوت، فكان ممكن الولد ده يخرب الدنيا ويخرب البيت، وممكن امه تتطلق بسبب ان ابنها ما بيسمعش الكلام. وان هو يعني الولد بيتاخر بره البيت ما بيسمعش كلام باباه. فدوت نوع من انواع خراب البيوت. بس كده، وتقبلوا نصيحتي والسلام عليكم.